السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتمنى تكونوا بخير وفي أفضل الأحوال. اليوم غادي نحكي لكم على واحد التجربة رائعة وفريدة من نوعها في واحد البلاصة اللي غادي تعجب بزاف ديال الناس، خصوصا الناس اللي كيعشقوا الهدوء والهواء الطلق. هاد البلاصة سميتها كومبين فيردوس، ما بعيداش بزاف على مراكش. المكان زوين بزاف، فيه بزاف ديال الشجر، شجر الزيتون وديال الليمون وديال البرتقال. صراحه كتحس بواحد الراحه نفسيه عجيبه. وفيه لابيسين، لابيسين غزال بزاف نقي، فيه كاع الخدمات اللي غتحتاج ليهم، فيها كاع الخدمات اللي غيحتاجهم الواحد الا كان جاي بالكرفان ولا غادي يقضي ليله تما ولا ايامات في الكامبينغ. الاسعار صراحه معقوله بزاف. الا كنتي ناوي تزور مراكش وما بغيتيش غير اوتيلات، كنصحك تجرب هذا الكامبينغ. غادي تلقى فيه راحتك وفيه جو عائلي واسعار راه مناسبه. اجمل حاجه انك تفيق مع الصباح وتلقى هذا المنظر، هذه الخضوريه هذه، واحد الهواء، واحد الجو راه ما يمكنش نوصفه لك. شي حاجه رائعه بزاف. والهواء نقي 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 لواحد الدرجه غزاله، شي حاجه فنه بزاف. هنا في العشيه ما مشينا لابيسين تاع خوا، تا مشاو الناس اللي مشى لا شامبر ديالو واللي مشى في حالته واللي المهم تا خوا لابيسين عاد مشينا ليه حنايا باش نلقاو راحتنا. انك تعوم في العشيه ولا في الليل شي حاجه مختلفه بزاف، شي حاجه هاربه، شي حاجه زوينه ما يمكنش نوصفها لك. المهم نقلب على الكلمات الثانيه، ولكن الناس اللي مجربين العومان في الليل راه غيعرفوا اش كنهضر. في الليل مورا العومان هزينا الزريعه، جلسنا مهم اجواء زوينه مع الاسره ديالي. ضحكنا نشطنا، دوزنا وقيته زوينه. استمتعنا بهذاك الجو ديال الليل، الظلام، السكون، واحد الهواء راه ما يمكنش. رغم ديك الحراره اللي كاينه بالنهار، هاد الاجواء ديال الليل وخصوصا حدا لا بيسين اجواء زوينين بزاف. من موراها مشينا حدا لا شامبر، درنا شوايه ديال الدجاج، خوضه الدجاج خديناهم من الكارفور، فيهم التوابل ديالهم، فيهم كل شيء. درنا الشوايه، كانوا اجواء رائعه. سهرنا صراحه. بالطبيعه ديالنا كنا كنعسو بكري، ولكن مع هذا الجو هذا ومع هذه الاجواء هذا، وخاصه ما تلاقيتش مع الاخت ديالي وماما شحال هذه. كل واحد في الخدام، كل واحد في ندته والدنيا ديالو. فاش تلاقينا ما بقاش بيدينا النعاس، بقينا سهرانين حتى لجوج الليل. باش زوين تما كاينين المشاش بزاف مهليين فيهم. زعما هاد الحاجه اللي غزاله بزاف ان البيرسونيل تما وحتى الناس الكليان مهليين بزاف في الحيوانات ديال الكامبينغ. وتا الحيوانات مهليين فينا، يعني ما خلاو حتى حشره تقرب لينا. من فراشة صغيره، من واخا نعسنا معطلين فقنا الصباح بكري. فقنا الصباح قلنا نستغلوا الوقت ونستغلوا الاجواء ونستغلوا الوقت ما حدنا مجموعين. هنا درت لا كريم سولير ليديا وداك البراسليت الكحوليه اللي فيه، رغم ان السيد اللي باعوا لينا قال لنا راه حجر كريم حقيقي، انه حجر بركاني وما كيطلقش. ما عرفت انا واش حجر البركاني كيطلق ولا ما كيطلقش. وجهة نظر ديالي ان الحجر الحقيقي راه ما كيطلقش، ما عرفتش. المهم اللي عنده شي فكره يقول لنا. درت لا كريم هنايا صافي، بدا هاد اللون كيطلق في يدي، صافي حيدته ما بقاش كملت به. هنا عاوتاني مشينا لابيسين الصباح بكري، سبقنا الناس كاملين، سبقنا بكري قبل عاوتاني. المهم كنلقاو راحتنا فاش كنعوموا والناس ما كاينينش، كنلقاو راحتنا كنحماقوا مع راساتنا. هنا مشينا الناس باقي ما كاين حتى حد. استغلينا الفرصه، واحد الجو باقي مبرد شويه، ما كايناش ديك الحراره. كده تشوفوا الطبيعه زوينه صراحه، واحد الجو رائع. كنتمنى انكم تجربوا هاد الاجواء هادو وهاد الجو هذا. عملنا واحد شويه، من بعد لعبنا شويه ديال الكارطه. من بعد رجعنا للغرفه ديالنا، تغدينا
وتكينا. المهم دوشنا نعسنا. في العشيه خرجنا مشينا ضربنا دويره في مرجان. تقدينا داكشي اللي خاصنا حيتاش الغد اللي خصنا نشدو الطريق للصويره.